السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقاء وأحباب في كل مكان، منورين جميعا. يا صباح السعادة والانسجام والجمال كل حاجة حلوة طبعا في الدنيا. منورين جميعا أصدقائي وأحبائي، حلقة جديدة من راديو عالم تفرج. معكم أنا محمد سعد، وخليني أسأل كده سؤال بسيط في أول الحلقة. عارفين إيه أكتر حاجة غريبة في حياة الإنسان؟ عارفين؟ أكتر حاجة غريبة في حياة الإنسان إنه طول الوقت مستعجل يكبر. وأنت صغير نفسك تدخل المدرسة، دخلت المدرسة نفسك تدخل الجامعة، دخلت الجامعة نفسك تتخرج، طب اتخرجت نفسك تشتغل، اشتغلت نفسك ترجع المدرسة تاني. أيوة يا جماعة، النهاردة هنفتح ملف من الملفات اللي كلنا عندنا منه ذكريات، ملف الطالب. أيوة زي ما سمعت. خلينا نطلع بفاصل ونرجع لكم تاني. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. رجعت لكم تاني بعد الفاصل، ويلا نكمل بقية حلقتنا ونخش في الموضوع على طول. فاكر أول يوم دراسة تدخل المدرسة وانت لابس الزي الجديد والشنطة الجديدة والكراسات متغلفة، وانت مقتنع ان السنة دي هتكون مختلفة، وتقول لأهلك بكل ثقة السنة دي هشد حيلي وهبدأ أذاكر من أول يوم. أول يوم تذاكر، تاني يوم تذاكر، وتخش على تالت يوم وبس. خلاص بقى، احنا مش روبوتات يا جماعة. وبعد أسبوعين تلاقي الكشكول لسه في أول صفحتين. وبعدين تبدأ مرحلة أنا مش محتاج أذاكر دلوقتي، لسه بدري، لحد ما يجي الامتحان وتفتح الكتاب تلاقي المنهج بيبصلك كأنه أول مرة يشوفك، فتقول الله، هو احنا وصلنا للدرس ده ازاي؟ وتبدأ المذاكرة المكثفة الساعة 12 بالليل، فبتقول لسه بدري. طب الساعة 2، لا أنا تمام. الساعة 4 تبدأ تقول لنفسك أنا مش شايف الكتاب بس أنا حاسس إن أنا فاهم. الساعة 6 يا رب الامتحان يتأجل. وطبعا لازم يكون عندك بقى صاحب في كل مرحلة. الصاحب اللي قبل الامتحان بيوم بيقول لك أنت ذاكرت؟ فتقول له لا والله، يقول لك ولا أنا، يلا هتفرج إن شاء الله. فأنت تبدأ تفرح وتقول الحمد لله إحنا الاتنين في الهوا. وبعدين تكتشف إنه كان مخلص المنهج مرتين قبل كده، ده جاي يطمن عليك مش أكتر. لكن المدرس بقى هنا له دور أساسي. المدرس يقول لك الجزء ده مش مهم قوي، فبتسيبه تدخل الامتحان تلاقي أول سؤال، فتيجي تبص للسؤال وتفتكر صوت المدرس وهو بيقول لك مش مهم قوي، فأنت تقول أيوة فعلا هو مش مهم، أنا كمان مش هجاوب عليه. بس الغريب بقى إننا كنا فاكرين إن أيام الدراسة دي عذاب، وكنا بنعد الأيام عشان نخلص، وكنا مستعجلين نكبر، مستعجلين نتخرج، ومستعجلين نشتغل، ومستعجلين نبدأ حياتنا، لحد ما كبرنا فعلا. وساعتها فهمنا إن المشكلة ما كانتش في الدراسة، المشكلة إننا ما كناش عارفين قيمة الأيام دي وهي بتعدي. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. يمكن أكتر حاجة بتوجع في الحياة إن أجمل أيامنا ساعات بنعيشها وإحنا مستعجلين إنها تخلص. بنفتكر إن السعادة مستنيانا في المرحلة اللي جاية، ولما بنوصل للمرحلة اللي كنا مستنيينها بنتصدم وبنتفاجئ ونكتشف إننا كنا سعداء فعلا بس ما خدناش بالنا. فلو أنت لسه طالب استمتع، اضحك مع أصحابك، احتفظ بذكرياتك. حتى الأيام اللي بتضايقك دلوقتي ممكن يجي في يوم وتبقى من أكتر الأيام اللي نفسك ترجع تعيشها، لأن الحياة مش بس في اللي جاي، الحياة كمان في اللحظة اللي احنا عايشينها دلوقتي. كنت معاكم أنا محمد سعد، وده راديو عالم تفرج، وحلقتنا النهاردة كانت بعنوان يوميات طالب. لو لسه طالب ربنا يعينك على اللي جاي، ولو خلصت دراسة فافتكر إنك كنت بتشتكي من الامتحانات لحد ما الأيام قررت تعملك امتحان من غير جدول ومن غير نموذج إجابة.
يلا اشوفكم على خير في الحلقه الجايه، استنوني يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 7 صباحا، وسلام عليكم. هيبدأ دلوقتي؟ اهو اسكتوا بقى، عايزه اسمع. طب هاتوا الشاي بسرعه. رايحه فين مستعجله كده؟ راديو عم تفرج هيبدأ دلوقتي. طب استني. ياما حكايات عدت علينا وياما ضحكة سابت لينا أثر جميل في قلب المكان، واحنا لسه بنحكي كمان. راديو على ما تفرج يا سلام، معانا أيوة أحلى كلام. ايوه طبعا احلى كلام. تعالى نسرح وسط الأحلام ونعيش حكايتنا من زمان. فاكر ايام ما كنا بنقعد هنا؟ ازاي انساها دي؟ عدت سنين كتير قوي، بس الذكريات لسه زي ما هي. قولي بقى الحلقه الجايه هتتكلم فيها عن ايه؟ لا ده بعيني ليه بس؟ علشان تستنى الحلقه. طب ماشي هنستنى. افتح شبابيك الذكريات، خلي الحكاية تاخدنا بعيد. ضحكة جميلة وصوت حنين راجع معانا من جديد. راديو على ما تفرج يا سلام، معانا أيوة أحلى كلام. عندكم شك ولا ايه؟ تعالى نسرح وسط الأحلام ونعيش حكايتنا من زمان.